والله لو حررنا شمالية ونهر النيل والخرطوم وكسلة والقضارف وبور السودان حنرجع تاني نقول بلبس لحد اضربهم. والله اذا فتحت الليله 3 4 جبهه اقسم بالله العظيم المعركه دي ما تستمر شهرين، والله ما تستمر شهرين. افتح جبهه بشرق النيل وغرب النيل، افتح جبهه في الشمال، لخ الامور دي في جنوب كردفان، لخ الامور دي في شمال كردفان الابيض، خلي صار سديد تدور الزمن كله، اضربهم فوق تحت جو متحركات. يا اخي اعمل لهم هلع، قفل تلفوناتك، ما دارين نطلع في القنوات ذاته. فعلوا الوضع ده يا جماعه، فعلوا وضعيه الحرب. لا عندنا زول يطلع في قناه، لا مضطرين نبرر القنوات، لا دارين نعمل تصريحات، لا دارين نعمل اراء، لا دارين ننتصر في الاعلام، ما دارين نعمل اي حاجه. فعلوا كل الجبهات العسكريه، فعلوا كل الجبهات دي في كردفان، جنوب كردفان، في النيل الابيض، في النيل الازرق، اضربوا المتحركات، العربات القاعده بالالاف في حاضنه الولايه الشماليه دي تخش الليله قبل بكره، اركب الناس ديل، منطقه القوه ده بينتصر، لكن غير منطقه القوه اقسم بالله العظيم غير منطقه القوه، ودي فرصه حقتنا نحن كاولاد هامش. غير منطقه القوه يوميا تجينا بالمناسبه فتن ودقيقات مسالك، شفتها يجوك بس القبيله الفلانيه القبيله العلانيه يستثمروا بالمناسبه في الخلافات حقتك الداخليه لحد ما تنتهي ويجي يحققوا مشروعهم ده من اول وجديد. ولو حققوا من اول وجديد ما تجي تقول لي انا داير اعيش في الدوله السودانيه ايا كان بقيت قبيلتك، والله ايا كان بقيت قبيلتك ما تجي تقول انا داير اعيش في الدوله السودانيه دي، ما حتعيش. انت وزعوا اراضيك دي الان، وزعوا بيوتك الان، انت مصيرك من الان معروف. امشي بعد كده يجي يحققوا امورهم دي، امشي فتش لك حاكوره، ولا امشي اقعد لك في افتش انه كيف يقبلوك النيجريين، ولا كيف يقبلوك الاخوه التشادين، ولا كيف انه تعيش في افريقيا الوسطى. ما حتعيش، حتى هناك ما حتعيش. منطقه القوه ده الوحيد المنطقه اللي بينتصر. انا ما زول اللي بيجي يهبش يقول يا اخي والله انا ما دار افرق، انا ما دار افرق نهائيا. أنا منطقه القوه ده بس، غير منطقه القوه ده ما في شيء بينتصر. التجارب يا اخواننا التاريخيه قاعد تاكد كلامي ده. الناس ما ينفع معهم غير القوه. العصر بيجيب الزيت في مناطق. انا القائد محمد حمدان دغلو، عبد العزيز الحلو، اي زول اسال لو مشيتوا الليله ده المناطق دي عملتوا فيها كده بكره بقول لك سلام، بكره يقول لك سلام. يجب ان تتوازن كفه الضرر، يجب كلنا يا ناكل الحلو يا ناكل المر كلنا سوينا. الكلام ده انا بقوله مؤمن به ايمان كامل 100 سنه. يا منطق انتصر غير منطقه القوه. الان لما نزحت الحدي من اماكن سيطرتهم، من اماكن ابناء النخبه الحساسه الحاكمه للدوله السودانيه 100 عام، ما بيضطروا بعد كده يخلوك تتآكل بيناتك، خشم البيت الفلاني وخشم البيت الفلاني والقبيله الفلانيه والقبيله العلانيه والعيال فلان وعيال فلان. يا اخي ما لكن بكره امشي ثاني اهبش الاماكن الحساسه حقتهم. بينسوا الخطاب ده بعد كده يا اخي. في ناس كانوا بيقولوا لا اول ما الدعم السريع انسحب من الخرطوم غيروا لا للحرب الى بلبس. ليه؟ لانه الان الحرب انتقل الى الاماكن غير المأسوف عليها. لذلك بلبس يعني لان الانسان الذي يقاتل هو الانسان الغير مأسوف عليه. لذلك بلبس يعني. لكن بكره خليها تمشي ثاني الى الاماكن الحساسه. كلامي ده انا ما قاعد اقوله عنصريه ولا قاعد اقوله بغضا للاخرين، لكن دي حقيقه مطلقه. في ناس كانوا بيقولوا لا للحرب. اول ما جات كردفان ومشت غادي منه جات على دارفور يقول لك بلبس، تتحاصر الفاشل يقول لك بلبس. يا اخي الناس ياكلوا عنباس يقول لك بلبس، لانه بلبس منه بيموت الانسان غير المأسوف عليه، ورقة الارض غير المأسوف عليها. بكره خلي الدعم السريع يرجع عن درمان، بكره خلي الدعم يخش الشماليه، بكره خلي الدعم يخش النيل الابيض، بكره خلي الدعم يمشي النيل الازرق. يهدد بغادي يمشي اتجاهات القضارف، ولا يمشي اتجاهات النيل نهر النيل، ولا يمشي البحر الاحمر. بكره بقولوا لك وقفوها. بكره ده يطلعوا لكم ناس كتار يقول لك وقفوها، وما توقفوها. لو مشيت هناك ما توقفوها، ولو شفت فضلت ولايه واحده ما توقف لها. وي زول ما بيعترف بسودانيتنا، وي زول ما بيعترف بالعداله، وما بيعترف بالثوره اللي احنا قايمين من اجلها، والعداله اللي نحن دارين نحققها في البلد دي، ده ما سوداني وده ما مواطن. والله لو حررنا شماليه ونهر النيل والخرطوم وكسله والقضارف وبور السودان حنرجع تاني نقول بلبس لحد ما نقفل حتى صفحاتهم في الفيسبوك والتيك توك. والا كمان خلوها يقولوا شهر وشهر نقعد يعني
نحلحل مشاكلنا الداخليه ونشوف عيال فلان مالهم، عيال علان مالهم، يطلعوا بعد شويه الفاضل اهله يطلعوا يقولوا دايرين مطالب، ظافر اهله يطلعوا يقولوا دايرين مطالب، بعد شويه تصعيد في الميديا، يطلع اي واحد هنا يقول الفاضل صوت الحق، يجي واحد ثاني يركب ويقول له الفاضل خط احمر، يجي واحد يجي يقول الفاضل انتهازي، بكره يجي يقول ظافر انتهازي، بعد يجي يقول فلان داك عيسى ولد ابوك زول انتهازي، بعد يجي يقول داك، وبعد شويه عيسى يجوا ناس يقولوا عيسى خط احمر. اقعدوا لنا زي ده، خلوها كده عشان نحن ذاته التيك توك ده نمسحه من تلفوناتنا ذاته ونكبر يا زلمه. احنا لما جينا ناصرنا القضيه دي، ناصرنا القضيه دي، نحن ما ناصرناها عشان بعد شويه نخلق لنا وضعيه يعني زي ما قال ناكل بملاعق الذهب عشان نبني لنا ناطحات سحاب ولا نعمل لنا امبراطوريات ماليه. اي زول فيكم هنا ويا جياشه كلكم هنا كبشوا الكلام ده. نحن والله لا جلابه، لا عندنا قروش، ولا شفت بالذات الناس الفاكين دي عيادة. نحن المشروع ده نحن جينا دعمناه ما عشان نعمل قروش، نحن دارين نعمل قروش بنشتغل شغل اخر. نجي الزمن كله نقضيه في الميديا هنا. الروايه اللي فاكرنا لكم انه الدعامه عنده ما في، والله عيسى ده مفلس وظافر مفلس، وما في زول فينا ذاته ساعي لقروش، ولا في زول ذاته دار يغنى ذاته. عديل انا بوريكم والله ما في زول نحن قاعدين نجازف عديل اسمع الكلام ده، ولا دارين قروش ولا دارين نغنى ذاته. ونغنى لشنو؟ نحن شايفين مصيرنا يعني اذا كان الاسم جيش ولا انا يعني اغنى على حساب كرامتي يعني. احنا عندنا هدف منشود، نحن بعد شويه لو جات الدوله العادله دي، العماره دي ما بنبنيها في التراب، نبنيها في راس زول ذاته. والله كان الدوله العادله جات، اي زول فينا يمشي يشتغل في مجاله. اما في الوقت الحاضر لا نحن مشكلتنا ثانيه حاليا في الوقت الحاضر. ولو كانت مشكلتنا قروش كان الزمن ده نحن والله داير اقول لك حاجه، من الشهر الاول الدعم السريع ده تفكر.